بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا إخوة الكرام. نبوءة خطيرة، وقد بحثنا عن النص الأصلي لها حتى أكرمنا الله سبحانه وتعالى وعسرنا عليها، لأن هناك بعض المرضى عافانا الله وإياكم نقل كلام المخطوطة أو النبوءة فأدخل فيها كلام وزاد فيها كلام ونقص منها كلام بما يناسب مرضه وهواه، حتى أنه أدخل اسمه، يعني هو متوهم بالمهدية هو أو غيره، فأدخل اسمه في الكلام، فمن يقرأها يظن أن المقطوطة تقول هكذا، ولكن نحن بحمد الله سبحانه وتعالى قد تحصلنا على النص الأصلي لها من عدة مواقع، وها هو أمامكم نعرضه عليكم الآن. المخطوطة مودعة بالمتحف الوطني بصنعاء ومنسوبة للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهناك من نسبها إلى أحد العلماء اسمه أبو يوسف الفاسي، لكن ربما يكون هذا هو كاتبها ناسخها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى أو مالكها، لأن المخطوطات والكتب القديمة يعني كان يضع الرجل أو العالم يضع اسمه عليها كنوع من تأكيد الملكية. وهناك أربع نسخ أصلية لهذه المخطوطة، مخطوطة منسوبة للإمام علي بن أبي طالب مباشرة، وهي الموجودة في متحف صنعاء بالمتحف الوطني بصنعاء، موجودة بمكتبة الدولة ببرلين، وكذلك إحداهم أيضا منسوبة كتبها جعفر بن سليمان بن الحسن متوفي سنة 1050 هجريا، والثانية للعارف بالله عمر بمخرمة متوفي 972 هجريا، وهو علامة من علماء الشافعية حتى لقب بالشافعي الصغير. والمخطوطة الثالثة للعارف بالله يوسف بن عابد بن محمد بن عمر الإدريسي الحسني الفاسي المولود سنة 966 هجريا، وهو من الأشراف الحسينيين المغاربة، والرابعة مجهولة. ونسخة العارف بالله الفاس معروضة أمامكم، يعني من دقق في الأعلى سيجد الاسم. المهم يقول فيها: ب1004 بعد 100 تدفن صنعاء ملوك العنب، وتبقى الكراسي بلا جالس، وحتى وإن كان كنز يهب، يلوح نجم من المشرقين، خفي الشعاع طويل الزنب، إذا ما بدأ فاحسبوا بعده 30 عاما ترون العجب، فمن أوسط القوم يأتي الخبر 8 تضفها لكلمة لعب، من الشر والخير لن تسلموا، ويظهر في حضر موت الذهب، 53 من ملكها 53 عمر الشغب، بدت وانتهت بنفس اسمها، أضيف 3 لقول محب، ويقسم في اسمه 4 جهات البلاد لمن قد وثب، 30 ثم 3 عجاف، ويوم التلوث بدا وانتصب، إذا ما تقاربت الزهرتان بأول شوال ترون العجب، وزاد عطارد في سيره على المشترى طالعا والتهب، إذا لاح في الشرق نجم كبير كثير الشعاع طويل الذنب، فذاك دليل يكون الكسوف بآخر جمادى وأول رجب، إذا الشمس عند الغروب أكسفت، بصحة روايات أهل الأدب، يكون لقوم حروب كثير، وتلقى العشائر أقصى التعب، وتنقلب الناس نحو السرات، تجيش إليها جميع العرب، خوارج تخرج من مشرق تدوس البلاد بكثر العطب، ظن البعيد وقام القريب يجمع ما قد مضى من كرب، ولكنها فسحة من زمن ليضرب من قد نجا أو هرب، وتقمع صنعاء أربابها ومن حل من حولها واقترب، وفي الغرب تظهر حروب كثير، وتمتد للشرق وأرض العرب، وتبدو شرور تعم البلاد إلى أن تولي 3 الحقب، وفي مشرق الأرض أعظمه، وأرض التهايم تلقى الغضب، وقوم تجري حوالي عمان، وقد حان حينهم واقترب، ل2 تمضي فما بعدها أمور تضايق فيها الكرب، بعسر وخوف وغيث قليل، بقول المجرب فيما حسب، يلاقون في الدهر هولا طويل، وتفنى الذخائر والمكتسب، ويأتيك عام به
عوصة لمن عاش من بعد ما قد ذهب، وفي السد يلتقيا فرقتان، وفي ساحل الباب يزول التعب، ويسقط في نهدها جمرة تموج بدخانها واللهب، وأصبحت الدار تحت الجبل دار المنايا وعز الطلب، وإسباع 70 سابع رقم يقود السباع للنار الحطب، وأبناء ذاك الجليل النقيب هناك سيبقى أو قد هرب، ويلحق من بعده 4 من فر وكر وحرب، برابعة بعد تلك الثلاث تأكل زبيبا وتمر وحب، وفي الخمس ينبعث المشرقي يبيد البلاد بكثر العطب، ويظفر بالنصر دين الهدى بلا شك فيه ولا شيء ريب، تزلزل بهم أرضهم عن قريب، وطالعهم أفل قد غرب، إذا ما تغير ريح الشمال فنجم العلا قد دنا واقترب، وفي الست يظهر صدق الرسول زكي المذاهب محض النسب، وفي السبع يظهر إمام الهدى خير البرية أما وأب، فيصفي البلاد ويحيي العباد ويحكم لله فيما وجب، فطوبى لمن عاش في وقته، وطوبى لمن كان طفلا يرب، إذا ما الربيع بقي 40 يكون كل الذي قلته قد وجب، يسير الفساد وأربابه ويذهب في الخير مع من ذهب، وأوقفت الحرب أوزارها وذاك القرين هوي والصلب، وأخرجت الأرض خيراتها وكل بكأس المحبة شرب، فخذها برسم امرئ سالم نبيه بصير بما قد كتب فيما كتب، فإن كنت ما قلته كاذبا ألا لعنة الله على من كذب. انتهت القصيدة التي تحمل نبوءات وتوقيتات وأرقام عن آخر الزمان. لن نأخذ من القصيدة إلا شيء واحد فقط، وهذا بحسب القصيدة والعلم عند الله سبحانه وتعالى. والقصيدة تعتمد على مذنب هالي، ظهور مذنب هالي لأنه في أول القصيدة يقول: يلوح نجم من المشرقين خفي الشعاع طويل الذنب، إذا ما بدا فاحسبوا بعده 30 عاما ترون العجب. هنا بالطبع ليس لها علاقة بالنجم ذو الذنب، لأنه يقول بعد 30 عام. لو قال 30 ووقف ممكن نقول 30 شهر 30 يوم، فمن الممكن أن تحمل على النجم ذو الذنب، لكن يقول 30 عام 30 عاما، هذا تدل على حدث فلكي معتاد معروف له عودة في الزمن يعود. وقد لاح مذنب هالي، ولا يوجد السنوات الماضية وفي الأعمار القريبة لم تحدث حادثة في الفلك، لم تحدث حادثة في السماء عظيمة معروفة موثقة رؤيت بالعين المجردة إلا مذنب هالي، ورؤية بالعين المجردة قبل 30 سنة بالضبط، وشوهد سنة 1935 ميلاديا. نأخذ البيت الأخير في القصيدة وهو يقول: بعد ظهور مذنب هالي اللي هو 1985 أضف إليها 40 ربيعا أي 40 سنة، فتساوي كام؟ تساوي 2025 إلى 2026. فربما والله أعلم تكون بدايات ظهور الإمام المهدي بحسب القصيدة، والعهدة على القائل تكون من 2025 إلى 2026، أو ربما تكون بداية أحداث جسام ضخمة تكون فيصل فعلا في ظهور الإمام المهدي، لا يشك أنه بعدها بشهر بسنة بسنتين، لكن تكون أحداث يقينية. وهناك إشارة أخرى والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وهذه اجتهاد مني وقد أكون مخطئ فيها، فربما تكون سنة ميلاد المهدي هي نفس سنة ظهور مذنب هالي، يعني 1985 ميلاديا. هذا اجتهاد مني والعلم عند الله سبحانه وتعالى.